افتح له البشكير مقابل $1000. سهلة جدا. اوكي انا موافق. ماريا وجو. ماريا وجو كانوا متجوزين، وفي يوم جه جو من الشغل فدخل بيته لقى ماريا بتاخد شاور. المهم خرجت ماريا من الشاور طبعا لابسه البشكير بتاعها الجميل، ودخل جو ياخد الشاور بتاعه. فجأة جرس الباب رن. المهم راحت ماريا تفتح الباب تشوف مين. المهم لقت مين؟ لقت مارك جارهم هو اللي بيرن الباب. فبتقول له ايوه يا مارك. فمارك طبعا بص لها كده، قال ايه الجمال ده بينه وبين نفسه. فطبعا هو شايفها لابسه البشكير، فقال لها انا ممكن اعمل معاكي ديل. قالت له يعني انت بترن عليا الجرس عشان تقول لي اعمل معاكي ديل؟ قال لها صدقيني الديل ده هيعجبك قوي. قالت له قول. قال لها تفتحي البشكير وهديكي $1000. ماريا كده سكتت بينها وبين نفسها، قالت انا افتح له البشكير مقابل $1000؟ سهلة جدا. اوكي انا موافقة. المهم اداها $1000 وراحت فاتحة البشكير. طبعا صاحبنا قعد يبص فوق وتحت ويملي عينيه، وراح ايه ماشي. خرج جو من الحمام فبيقول لها مين اللي كان على الباب؟ قالت له ده مارك صاحبنا. قال لها هو اداك $1000 اللي انا اديتهم له من يومين؟ طبعا صاحبتنا اتصدمت جدا، قالت له $1000 اهو. الحكمة هنا انك اوعى ترخص نفسك مهما كان المقابل كبير. احفظ نفسك وعززها. تحياتي يحيى شاهين.